السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الرجاء سيدخل بالمجموعة التالية أنس الزيتي في حراسة المرمى كلاعبين: نوح وائل سعداوي، عبد سند الورفلي، محمود بن حليم، زكريا الوردي، محمد زريدة، سفيان الرحيمي، محمد مقعازي، عمر مطيب، عبد الاله مذكور، وعبد الرحيم الشاكر المدرب، وجمال السلامي. فريق الوداد الرياضي الفاسي: عمر شيبه في حراسه المرمى كلاعبين: فهد زوكان، محمد طاهري، ايوب الوهاج، محمد امين مغبول، ابراهيم ادريس البوزيدي، علي الضيوف، ياسين الزرع، بوبولا النيجيري، ادريس شاكور، وانور العزيزي المدرب، وعبد الرحيم شكيليط. على مستوى الاحتياط ديال الفريقين: الرجاء هناك امير الحداوي، عبد الجليل الجبيره، مروان هدهودي، عمر عرجول، محسن المتولي، بين مالونغو، اسامه سبحان، الياس الحداد، ومحمد سبول. بالنسبه للوداد الرياضي الفاسي: تواجد محمد حموش، حمزه بهاج، يوسف الحويزي، كمال الصالحي، محمد صغير، عدنان سويس، يوسف الحل، عمر حماموش، ويوسف نعيم. هذه المجموعه الاحتياطيه امامنا: جمال السلامي ومحمد البكاري، الاطارين الوطنيين. فريق تونكيت السنغالي يوم الثلاثاء المقبل بدايه الساعه 7 الثاني من منافسات دوري ابطال افريقيا، لقاء الاياب بعد ما انتهى لقاء الذهاب 1-0. ويوم الاثنين 11 يناير اكيد المنافذ في بدايه هذه المباراه. فرصه محمد مقعازي، فرصه تسديد ممتازه، الهدف الاول والموقع محمود بن حليم لم ينتظر كثيرا. الجهه اليمنى محمد مقعازي رفع الراس ديالو، وضع الكره امام محمود بن حليم، سدد بقوه والكره تعانق الشباك، بل وغالطت الحارس عمر شيبالي، حاول انه يبعد الكره ولكن كانت قويه. محمود بن حليب لاعب اللي بعدته الاصابه لفتره تسيس انس الزنيتي ممتازه عند اللاعب ياسين الزرع كينتظر المسانده، خطوره ضعيفه كده تم تقديم هذه فرصه تسديده ممتازه وتدخل الحارس عمر شيبه. كان الحارس عمر شيبه تهديد اخر وفرصه اخرى شنو غادي يعمل؟ كيمرر فرصه للرجاء، تسديده ارضيه او طاهري، ايوب الوهاج. اذا تلعبت الكره تسديده ممتازه مشات فوق المرمى. الرجاء سفيان الرحيمي، تسديده ارضيه للبحث عن تسديد سفيان الرحيمي. محمود بن حليم هذه فرصه يفادي فريق الرجاء، فرصه كانت فرصه بواسطه زكريا الوردي، والحكم المساعد يرفع الرايه. هذه فرصه تدخل وابعاد الكره. كان فرصه كان على المستوى الدولي. تلعبات الكره من محسن المتولي داخل المعترك، فرصه الخطوره، محمود بن حليم، تسديده، هذه فرصه ابعاد فريق الرجاء، تسديده ولكن فوق المرمى. زكريا الوردي اخر من سدد فوق، وبالتالي تهديد كان صريح لفائده فريق الرجاء من اجل اضافه هدف ثاني في هذه المباراه. لو كيف ما كان الحال هدف حتى الان. فرصه محاوله تسديده تمشي جانبا لتسديده ولكن ثابته في الوقت غتبع هذه المحاوله لفائده فريق الوداد الرياضي الفاسي. يوسف الكحال كينتظر المسانده والمطالبه بالخطا والمطالبه بضرب. اذا محمد نحي غادي يمشي باش يتابع اللقطه. الحكم الذي يقرر بان هناك ضربه جزاء. انور العزيزي وانس الزنيتي والهدف. اذا هدف التعادل لفائده فريق الوداد الرياضي الفاسي. والسابق كيتمكن انه رجع في النتيجه بهدف انور العزيزي اللي كيتمكن من تسجيل وتوقيع هدف التعادل 1-1 بين الفريقين. لاحظوا اليمنى محمد امين مغبول، رفعات الكره، فرصه لفائده فريق الوداد الرياضي الفاسي، الراسيه لو مرات الكره فاسي ممتازه، فرصه تمرير دور مذكور عند زريده، غير يرفع الكره داخل المعترك، البحث على مالونغو، الراسيه يجب الكونغولي. لاحظوا محمد زريده، هذوما الكرات اللي كيبحث عليهم بين مالونغو، يعني اختار الزاويه الجهه اليسرى عند محمود بن حليم. شنو غادي يعمل؟ رفع الكره، البحث على بين مالونغو، الرأسية ولكن لم يتمكن من وضع الكرة في الشباك. تمريرة ممتازة من محمود بن حليم، الرأسية حتى سفيان الرحيمي حاول انه يمنع عند محسن المتولي، وفرصة لفائدة فريق الرجاء العرضية، البحث على بين مالونغو، الرأسية مرة أخرى بين مالونغو منذ دخوله في الجولة الثانية. تمريرة ممتازة من محسن المتولي، ارتقاء فوق الجميع ولكن الكرة ما مشاتش لشباك الحارس عمر شيبة. لاحظوا الراس خامسه من وقت بدل الضائع. نتابعوا الزاويه، تلعبات الكره دائريه مع الراسيه، الكره في القائم، يعني كيشجع وكيحفز اللاعبين. هنا الراسيه ديال سفيان الرحيمي، حتى الحارس عمر شيبه فقط تبع الكره بالعين ديالو.
كتصطدم بالقائم وبالتالي كتضيع المحاوله. وقت اللي غنتابعوا التمريره ديال اللاعب الى مذكور بحث على بين مالونغو، فرصه ممتاز عمر، وبالتالي تمكن من التعاون. هذه فرصه الراسيه، الخطوره متواصله، محاوله تسديده كانت جانبا. الراسيه ديال بير مالونغو، سفيان رحيمي يعني حاول يلعب الكره بانه لاحظوا انه يدور مع الكره. فريق الرجاء شنو يعمل عبد الجليل؟ هذه فرصه المقبل نتابعوا هذه الفرصه، ترفع الكره ممتازه، فرصه جميع وضع الكره، ولكن اعتقد انه لبست المدافع محمد الطاهري وتحول. محاولة الابعاد، تسديده وتدخل جديد للمرمى. لاحظوا محسن متولي هنا التمرير. بير مالونغو كان عنده خيار اخر هو انه يمرر في اتجاه اللاعب عبد الجليل الجبيره في الوقت اللي مذكور مازال سقط فوق ارضيه الملعب. هذه فرصه يبعد فريق الرجاء. بير مالونغو ينهي كل شيء. هنا خطا على مستوى التغطيه الدفاعيه. بير مالونغو القوه ديالو الدفاع البدني يسدد، القائم يرد. لاحظوا المتابعه امام ثلاثه ديال المدافعين ويضع الكره في الشباك بهذا الشكل وبهذه الطريقه وبهذا القوه البدنيه ديال بير مالونغو اللاعب الكونغولي الذي يحسم اعتقد المباراه.